السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة كنوز فود. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله، وتكونوا دوزتوا عطلة اللي هي رائعة. كيف ما كتشوفوا حنا راه في الأواخر ديال العطلة، ما بقى والو للدخول المدرسي. اليوم غادي نوجد معكم واحد الكيك اللي كيجي جد رائع، وكيوجد دفعة واحدة وبمقادير اللي هما بساط كيف ما معوداكم، وبطريقة اللي هي ساهلة ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. وكنتمنى ان الفيديو ينال الاحسان ديالكم، وكنتمنى انك لو وصلتي حتى لهنا لايك الفيديو، بارطاج علاش لا، وكومونتير زوين بحالكم. كيف ما كتشوفوا راه الكيكه كتجي رائعه. الكيك كان دار ترند في واحد الوقيته في التيك توك، وهو رجع عاوتاني لي طريقه اللي هي سهله وبسيطه وبمقادير كيف ما معودكم اللي هما بساط. وندوزو للطريقه والمقادير اللي غنشوفوهم في نفس الوقت. اول حاجه غادي ناخذ واحد زلافه هكا كبيره ولا بانيو ولا اللي جاب الله. غادي ناخذ قبيصه الملحه، عندي 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف كذلك كاس ديال السكر سنيده، كيف ديما الحبيبات خصهم يكونوا رقاق. غادي نضيف واحد الساشي ديال السكر ديال الفاني، ونخلط الكل مزيان. ما كانش هكا يقدروا تستعملوا داك الفاني السائل ولا داك البودغ. صافي غادي نخلط هذاك الشيء مزيان. بغيتو تستغناو على المرحله ديال هكا تخدموا بيديكم، تقدروا تستعملوا الكاس ديال المولينكس ولا تخدموا الطراب الكهربائي. تقدروا تستعملوه. هنا اكتفيت غير بالطراب اليدوي. صافي غادي نخدم الكل مزيان، البيض مزيان والسكر سنيده. من بعد ما كنسالي كنضيف كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، كنخلط الكل مزيان مزيان. وغادي نضيفوا كاس ديال الحليب بدرجه حراره المطبخ ونخلطو مزيان. المهم نخدموا اليديدات. صافي من بعد غندايا هنايا 2 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. من بعد ما هنا غربلته غادي نضيف نصف ديال الكميه، وغادي نضيف تقريبا عندي 2 ساشيات ديال الكاكاو. 2 ساشيات ديال الكاكاو، الا ما كانش ساشي تقدروا تستعملوا غير 2 معالق كبار ديال الكاكاو. وكنخدموا الكل مزيان حتى كيتمزج هذاك الكاكاو وداك الطحين، ما كيبقاوش دوك الحبيبات. غادي نخلط الكل مزيان كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غادي نضيف النصف ديال الكميه اللي بقات عندي كيف ما موضح هكا. غادي نضيف 2 ساشيات ديال الخماره ديال الحلوى. كل وحده فيها 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام ديال الخماره اللي استعملنا. غادي نخلط الكل. بالنسبه لي انا مني خلطت هذيك الكميه المتبقيه، بان ليا الخليط باقي خفيف، ضفت نصف كاس اخر ديال الدقيق. يعني المجموع ديال الدقيق عندي هنايا 2 كيسان ونص ديال العنبه ديال الدقيق اللي استعملت في هاد الكيك هذا. صافي من بعد ما ساليت غادي ناخذ هنايا واحد المول هكا اللي داير. انا استعملت هاد المول هذا اللي كيتحل، دهنته بالزبده الدقيق. بامكانكم تستعملوا اي مول عندكم دائري، تقدروا تستعملوا داك السيركل اللي كيكون ديال لينوكس. هذاك ديروا له من التحت اما كويسون ولا بابي فيلم، هو اللي تستعملوا. المهم اي حاجه هكا دائريه، ماشي بالضروره هذا اللي كيتحل بالقراصه. صافي غادي ناخذ هذاك الخليط ديالي ديال داك الكيك، غادي نفرغه في هذاك المول ونخليه على جنب. وغادي ندوزو للمرحله الثانيه في لو كيك. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا راه غادي كملت هكا الكيكه ديالي. غادي نحطها على جنب وندوزو للمرحله الثانيه. غناخذوا واحد الكاسرونه، غادي نضيفوا فيها 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده. بغيتو تنقصوا من الحلاوه ديروا غير 2 ديال المعالق. آه، جاتكم الحلاوه عاديه خليو 3 ديال المعالق. صافي عندي هنايا 3 ديال المعالق عامرين كيف ما كتشوفوا، راه بومبي ديال الكريم باتيسيير هكا داك المستحضر اللي واجد. صافي غادي ناخذ هنايا كذلك ساشي ديال السكر ديال الفانير، كيعطي واحد كيزيد كيعزز داك المذاق ديال ديك لا كريم باتيسيير. صافي وغادي نضيف هنايا نصف لتر ديال الحليب، ونديرهم نخلطهم هكا هما باردين، ونضيفهم فوق نحطهم فوق البوطه حتى كيعقدوا. ما تخليهش يعقد بزاف باش ما يعذبكش في الخدمه ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيف ما كتشوفوا راه كيجي ساهل باش تخويوه. ما تخليوش يعقد بزاف ويعذبكم ملي تبغيو تخويوه. صافي غادي نمشيو للوسط ديال ديك الكيكه او داك الخليط ديال الكيك كيف ما كتشوفوا. كنخوي هذاك لا كريم باتيسيير. هاد المرحله كتبغي شويه ديال السرعه حيت دغيا كتعقد هذيك لا كريم باتيسيير. صافي غادي نخوي الكل مزيان كيف ما كتشوفوا.
راه الطريقة ساهلة وما كتاخدش بزاف د الوقت. غير لاستيس شنو هو، ما تخليوش هذيك لا كريم باتيسير تعقد بزاف وتعذبكم. وزربوا في الخدمة ديالها. صافي كنخوي الكل هكا كيف ما كتشوفوا، كنحاول هكا نقاد بديك السباتي هكا داك الوجه ديال ديك لا كريم اللي ضفت. وهنايا الفران انا شعلته لدرجه الحراره 180 درجه. كنشعل على الكيك ديالي عادي من التحت حتى كيطيب، يبان ليا الكيك ديالنا طاب كيف ما كتشوفوا. وكان عاد نشعل شويه، غير شويه من الفوق حتى كيتحمر هكا من الفوق. مني تخرجوا الكيك من الفران ما تحاولوش تقيسوه، خليوه قد ما قدرتوا يرتاح ويبرد مزيان حتى ديك لا كريم باتيسير ت ت تشد راسها وما تعذبكمش وما ديموليوش حتى يبرد مزيان مزيان مزيان. صافي بالنسبه للتزيين انا اكتفيت هنايا تقريبا عندي واحد 12 قطعه ديال الشكلاط اسود كيف ما كتشوفوا. انا استعملت غير الشكلاط كالا. غادي نضيف عليه ملي ذوبتهم، غير ذوبته هكا في الباماغي وضفت عليه دانيت ديال الشكلاط. ضفت تقريبا 2 ديال لي دانيت ديال الشكلاط. صافي وكنخليهم يبردوا في الثلاجه حتى كيعقادوا كيف ما كتشوفوا، راه كيعطي واحد اللمعه زوينه وما دغيا دغيا كيوجد. صافي وهنا كتزين نصايبوا ديك الكيك كامله كندهنوها بهذاك هذاك الشكلاطه وديك لاصوص. شوفوا راه بامكانكم تستعملوا لاصوص اللي استعملت ديجا في الفيديو اللي قبل في دوك لي ميني بانكيك. هذاك لاصوص تقدروا تستعملوه حتى هو، تقدروا تخدموه في هذا الكيك هذا. انا ما تبقاش عندي ما كيبقاش. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا زوقنا، دهنا داك الكيك ديالنا هكا من الفوق قديناها. مهم شي تزيين كيبقى اختياري كيف ديما كيف ما معوداكم. كل واحد يزين بداك الشيء اللي متوفر عنده، بداك الشيء اللي قادر عليه، ماشي بالضروره انه يتبع هاد ليطاب. صافي كيف ما كتشوفوا خديت هذاك الشكلاط هكا حكيته فوق منها. وهذا هو لو كيك ديالنا. خليوه يبرد قد ما قدرتوا، راه كيجي رائع وجد خطير. جربوا الوصفه ما غتندموش عليها وما وغادي تنجح معكم ان شاء الله من اول تجربه. ما غتاخذش لكم بزاف ديال الوقت. طريقه راه سهله. شوف انا وجدت الكيك تقريبا الليله قبل ولا غدت ليه في الصباح، عاد كملت المونطاج ديالو حتى برد الكيك على خاطرو وخليته في الثلاجه. عاوتاني مني قديت ليه زينته هكا. خليوه يبرد. هي كل ما كانت الكيكه بارده كل ما كتجي رائعه وواحد المذاق فيها خطير خطير خطير. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا في التعاليق ديالكم. وكنتمنى انكم ديروا لايك الفيديو وبارطاج علاش لا وكومونتير زوين بحالكم. وكنتمنى انني ما نطولش الغيبه عليكم. كيف ما كتشوفوا راه بغيتوا وصفات اخر قولوا لي اي حاجه في لي كومونتير. وشكرا على المتابعه من كل القلب، والى فيديو اخر ان شاء الله.